هلا يا حلوين، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. وتعالوا خلي اليوم نسوي ننظف هاي ايش يسمونها، الغرفة. طاقة بيها عبوة انفجار. انا اشك فد عبوة يمكن منفجرة بيها وانا ما ادري بيها. المهم شوفوا اللي انتم هم يقعدون من النوم هيك غرفكم مش شايلة. لا بس انا الله عليكم، الله عليكم كتبوا لي الصدق، يعني احكي الصراحة. يعني هسه ما ادري ليش هيك يقولك متعاركين مدري شنو، هيك بزازين ومتعاركات على الشرباية. المهم هسه هنا أنا طبعا قلت بما انه اول شي لازم اسويه هو انظفها واخلص من عندها. احسها فد مسؤولية كبيرة اذا اشوف انها الغرفة مثلا مزعبلة او بيها شي. وها شوفوا السوالف، شوفوا تلقون اشكال والوان على الجو راسي كيك ما ادري ايش صاير. المهم علق شو يسمونه ملهية. المهم هاي مرة مو بالليل تجي بصفي وتدحوس وملهية تطيح. وهسه هنا طبعا على اساس اريد اشيلن هذا الوجه مال الدوشق. بس بعد ما شلته قلت يلا خلي غير مرة. هسه هواي يعني مشغولة وعندي شغل وعندي طلبيات مالت كيك وقاعد اشتغل بيهن. بس قلت اهم شي ابدل غرفة. ابدل غرفة واخلص من عندها حتى اروحن ابلش بشغلي. وشوفوا لي هذا هذا الجرجف وياه شو اسمه وجوه المخاط. طبعا هذا كلش حلو بصراحة. حيل عجبني. ما اوصف لكم، ما اقول لكم سعره ايش قد، والله العظيم راح تصدمون. ما راح اقول لكم طبعا، اذا تريدون اقول لكم بعدين. انت كتبوا لي عم اقول لكم ايش قد سعره. طبعا انا تدرون غرفة بعد الغرفة الجديدة فما عندي نزلات وياها. ظليت محتارة شنو افرش وياها، يعني نزلاتي كلها غير شي. لين جيت ماخذة ندش الغرفة ما عندي غير بس وحدة يعني شوي تجي وياها. فهالمرة قلت شنو أخذت هذا الجرجف يشابه البردة مالت التاج مثل ما تشوفونها. فقلت هي يعني مو مال اشتري نفس اللون، فخلنا نشتري هيك وهي بيضة بعد. مثل ما تشوفونها اكيد بيضة يعني مثل ما تشوفون انتو. المهم ف هنا أنا كملت فرشته. يتخلي مرة ثانية ان شاء الله اشيل الوجه لاني راد له غسل هم صاير. يراد له غسلة ويراد له الغرفة هم يراد لها تنظيف وشيل الفراش وهاي السوالف. بس قلت خليه أفرغ إن شاء الله، وإذا حابين هم نسوي لكم فد روتين بيها. هم أريد أشيل الزولية أريد أمسحها أغسلها إذا كلش همين. ولو الأيام البرد ما جاي يعطينا فكة للغسل ما شاء الله. كلش ما تلحق تصير دافي إذا ما غسلت هم صار برد. المهم وهسه هنا كملت الشرباية. شايف لكم واحد أول بداية يفرش الشرباية وكمل هو بعد ما كنس الغرفة هاي يعني. وهسه أكيد ننطلق إلى هذه المكنسة. لا يقولوا لي ما حد يكنس بيها كذب مستحيل، لو مو مكنسة كهربائية لو ما أدري شنو اليد. هاي المكنسة أنا ما استغني عنها مستحيل يعني مستحيل. أحسها هاي مثل ما نسميها من التراث القديم. ذاك المكانس ما أحس ينظفن مثل ما هي تنظف، يعني ما أدري سبحان الله ليش أحبها ما أدري. زين تعالوا تهمين هيجي تحبون يعني دائما تكنسون بيها لو بس أنا هيجي. وهسه هنا طبعا خلصت التنظيف مثل ما شفتوا مسحتها وكملتها. وهسه هنا كملنا وهسه وين راح ننتقل لكيكتنا. طبعا ردي أشارككم كيكتنا مالت عيد الحب. ايه هو عيد الحب يقولون عيد الحب يلا المهم. وهسه نتوكل ونطلع عن الغرفة نخليها. وأهم شي نسد الباب لأن هاي الفصعونات اللي عندي غير أويلي. شقلكم أويلي إذا أشوف إن الغرفة مستحيل أخليها نظيفة لازم يزعبلنها. فأنا شو أسوي لازم أطفي الضوء حتى ما يزعبلن. ولو عندي هاي مرامو حتى لو ظلمة تجي هيك على ضوء النشرة وهيك وتجي تصايع على الشرباية. يعني مستحيل ما يزعبلن. وهسه مثل ما شفت طبعا هاي الكيكة أنا زينتها أحشيتها وسقلتها. أحسن حتى ما يطلع عليكم الفيديو بعد تعرفون طريقتي بالسقل هواي يعني منزلتها أنا لا مرة لا مرتين. قلت خلي أكملها وبعدين أصور. وهسه هنا مثل ما شفت طبعا سهل وكلش يعني سهل وبسيط التزيين مالتها. ما حبيت أسوي بيها هوسة. النزاكة مطلوبة يا جماعة، أكيد النزاكة مطلوبة. ومثل ما شفتوا نظفت هاي المروار بهاي الطريقة. هيك دمعات نزلن مثل ما
شفتوني وهاي هنا قاعد أستخدم الفورمة النجمة الصغيرونة. دائما أحب أشتغل بيها لأن أحس تنطي شي هادئ. بصراحة. وهسه التعليقات من الفيس كلها جتلي من منتجة الفيديو، يعني ما أدري ليش. إلا أطفي شو يسمونه الواي فاي يلا. هسه فصلت النت يلا أرتاح من هالسوالف. يعني منه منتج ما أدري إيش، لو أحد يخابر علي، لو أهلي يدقون، لو أحد يذكرني، يعني يا سبحان الله من قاعدة وسهرت ما حد يتذكرني، بس من قاعدة منتج لو يتذكروني، لو أحد يراسلني، أحد يتصل علي، لو أحد محتاجني، يعني ما أدري إيش هاي السالفة. فهنا أنا شوفوا هاي هنا الورد اللي عندي هنا. قلت خلنا نختار يا ورد، ريت أختار الورد الجوري، ثاني شفته حسيته يعني حسيته شكله يطلع مو حلو. فخليت هذا الورد. طبعا هذا هسه اشتريته بنات، إن شاء الله راح أنزل لكم الفيديو. احتمال أنزله ورا هذا الفيديو مال المشتريات اللي اشتريتهن. وهسه هم مسوي هيك نقطات خفيفة بهاي الطريقة مال بالمروار. هنا طبعا عندي شوي الكيس قصته شوي قص كبير بشرع قلبي، المروار بسرعة ينزل من عنده. وهذا السكن الغذائي هيك رشة بسيطة، وتطتنا جمالية للكيكة كلش حلوة. صدق بنات سولفولي ما سويتوا ما سويتوا، وين طلعتوا، وين رحتوا، شنو اشتريتوا، حضرتوا ايش سوالف، جابولكم هدية ما جابولكم. وهسه هاي طبعا كيكتنا كملت. شفتوا التوبر اللي خلته، طبعا هذا سعره 500 دينار، كلش حلو طبعا حيل عجبني. فاني من البداية خططت يعني اشتري، قلت اريد انه للكيكة مالتنا اذا سويتها، والحمد لله والشكر. فشوفوا مكتوب كل عام وانت الحب. كلش عجبني فسويته. وهسه تعالوا هنا. طبعا كان عندي طلب يوم الكيكة. خليت طلعت انا وصلتها، يعني غريبة يمني بطريقي، ومريت على الأسواق. أكيد يعني أنا ما أدري إيش الأسواق، لازم أطلع الأسواق. أقول قلت له ابني، قلت له هاي فلوس الكيكة اليوم كلنا أصرفها نشتري بين حلويات، إلا اشتري بين حلويات. قلت له مرة طبوبة للبيت، لأن بصراحة هذا بنيش عاد قلبي يلا وصلت له الكيكة. وصدق والله مثل ما تشوفون طبيت وأخذت هاي الحبشكلات عشان هم هيك نسوي هيك سوالف البنات وهاي نفرحن. هن يحبن هاي السوالف بعد تدرون، بنات صغيرونات مثلا على هيج السوالف. فقلت خلنا نشتريهن حلويات، وبما انه انا همين مسوية كيكة خلي لهن شوية هيك افرحهن. واكيد اشارككم، يعني اكيد مستحيل اسوي شي وما اشارككم وياي، لا مستحيل، غير انتو عائلتي الطيبة الحلوة الجميلة. و- وهاي هنا حصتها بابني انا. هاي طبعا شوف من عندي صار يعني على حسابي. يجي لي اليوم عيد الحب لازم انت تشتري لي، مو انا اشتري. قلت له وينك هيك سوالف، انتوا هم سامعين هاي السالفة لو بس يمي هاي الفقرة تصير. طبيت مثل ما قلت لكم الأسواق. يقول لي هالمرة عليك الدفع إذا هاي تريد تسوي. قلت ليش؟ يقول لي اليوم عيد الحب. قلت له والله أنا سامعة الزلم هم اللي يجيبون هدايا للنسوان، مو النسوان اللي تروح تاخذ هدايا للزلم. لا بس تقول لا اليوم عليك، لازم انتي تحتفلين بيه مو أنا أحتفل وياك. يلا قلت له يلا ماكو فرق، كنا واحد. هنا مرة مكاظة بهدومي وجرجر، تعالي انطيني الشبس بيدك. فأخذت لها شوية خليتها بالكيس، قلت لها خذيه. وخلصت من عندها، لأن راح تظل بشلبة بيه وما راح تعطيني فكة. فش قلتلكم هنا وش سوت؟ تلزم الطاولة اللي مخلية عليها الستاند وتظل تحرك بيها. فايش قلتلكم التصوير لقيت قصير بيها زي أرضية. أظل بس هيك الستاند بس يرقص. فيطلع حقت عمري قلت لها تطيح لي التليفون النوبة وتفلشي. وما تدرون هسه هنا هي نايمة. طبعا أنا قاعدة أمنتج الفيديو، إذا تشوفون يعني صوتي شوية ناصي أو هيك يعني فهي نايمة. إذا قاعدة أويلي أويلي يا أبوي إذا قضيت التليفون. تطلع سوالفها، تطلع لعبها، يطلع صياحها، كل يعني ما تخليني أمنتج. لا الحلوة عبالها أنا قاعدة أسولف وياها تجي تطلب التليفون تتواوع، أنا قاعدة أحكي حد لو شي. هيجي. وهسه هنا تقريبا كملت، وأكيد راح أخذكم هسه وياي بعد نكمل باقي. الحبشكلات الهاي طبعا. شلون الجو يمكم؟ تعالوا سولفولي قولولي ايش اخباركم ويا البرد. ما شاء الله البرد هالسنة مو طبيعي. نقول على الله يكون يظل منا رمضان هيجي
الجو هيج حلو، الله إيش حلاوة يصير الصيام والله العظيم، لو شوف المطبخ تخبل. الغسيل الماي والهاي، بس الغسل برا ما ينغسل أويلك. صراحة أنا هم عندي والله زولية وهاي أريد أغسلها، بس شني ثاني شوية الجو يدفى، قلت أدري بروحي راح أجمد يابا، ما أريد الإنفلونزا، ما أريدها ترجع لي. هيج الفترة كلش دمرتني دمار. وهسه هنا طبعا هنا بديت أحضرهن. طبعا هاي البنات شو مسويين، أنا حابستن بالغرفة الثانية بغرفتهن. قلت يا ويش وحدة تجي يمي وتوصل لي أكسر رجلي، كأني يا ويلي يا مريم إذا شافتني قاعد أحضر يقولون يبغى شي باللي طاري. ألقاهن كل المعفوسات. إيه شنو معاناتكم ويا الجهال، بس تعالوا قولوا لي شنو معاناتكم وياهم. طبعا أنا غير، حرب حرب، شو أقولكم، عالنين الحرب أنا وياه. ما شاء الله عندي مرام كلش وقحة كلش، يعني حركة حركة اي ربي يحفظها يحفظ جهالكم. وهسه مثل ما شفتوا طبعا أنا بدينا نحضر، وهنا أنا هاي الشمعة ما أوصلكم ليش على قلبي، يعني هسه غير تشتغل ما أدري ايش بيها، كلبت وظلت يا بشتغلي فدوى قلبك اشتغلي. كلبت تجلب شرعت قلبي. ها شوفوا بالأخير اشتغلت. وهم هاي الثانية طبعا ردت أشعل شموع، بس تالي قلت لا ما تسوي ولا مو مهمات. هيجي حبيت طبعا تبغى ذكرى إنه بالقناة، وحبيت هم أشارككم يومي بالكامل. تعرفون أنا يعني بعد انتو عائلتي الثانية، فما أقدر أضم عليكم شي أحتفل أو أسوي شي أو أطلع لازم كل شي أشارككم. وهم إن شاء الله أنزل لكم باقي الفيديوهات مال التزيين. قلت لكم هنا أنا بعد إجت هسه جتي مرام كانت محبوسة، جتي شافت الهوس ويلي انطيني قبل تريد تاخذ الشكلية تهجم عليهن، وأنا أخاف عليها من الحلا الزايد. وهاي كانت طبعا يعني شلون أقول لكم يومي بالكامل، أو من الصبح ما شاركتكم الغدا. صح، تدرون ليش؟ أقول لكم ليش؟ لأن أبو بنينا مو هنا. ببيت هذاك غدا مو موجود، فإذا أنا والبنات نقضيها هيج سوالف. مو دو مطبخ إذا هو مو موجود. بصراحة مرات يبقى عندي أكل مال يوم ثاني، مرات أحمي للبنات لأن أنا مو هم دوم أتغدى، فمرات أحمي للبنات ومرات أطبخ، لا مرات والله أسوي. إذا أشوف ما عندي لا أروح أطبخ، لأن عمود بنوتاتي. وهاي كانت يومنا، وهسه راح أخليكم همين ويانا، بس ما أوصف لكم طبعا راح أخلي لكم الصوت بصراحة، بس شو أقولكم يعني ما ترحم السالفة، ما ترحم، حرب عندنا حرب حرب، هاي مريمة ما تخلي هوسة. هوسة قش ما تفتهمون من عندها. وهسه هنا راح نكمل باقي. وبنونة قابلت السوالف، وش أقولكم ربع راح تخبلني أقولها وشي ما أكو وحدة تلبس، أنا لبست ستريج وجوت النورة ترجع تلبس تنزعها وتلبس هذه بيجامة، قلت لها يما غطي البيجامة الخضرا مالتك. فشلتينا يا الحمزة. صدق موتتني. قل يلا يما ما يخالف ما يخالف. وهسه هنا وليش سكتي. وهاي هنا طبعا خليته أبو بنينة راح يقص. الكيكة طبعا الجو بارد، فكم شو مسوي قلف راح بالبطانية. موتني من الضحك، قلت له شنو هاي. راح بالبطانية يقول لي يلا ما يخالف باردة باردة الدنيا. طبعا وهسه هنا هاي قصاها، شوفوا أقول له ليش ما تقصها هنا، طبعا أقول ليش ما ليش إلا تدور الكيكة يلا تقصها، يقول لي أحسن ما يقصها، يعني كانت مثلا قبالة لا دارها فوق وحدر وقص من جوا. وهنا طبعا نسى الشوكة والشطل، ريد يشيلها بالسكينة، قلت له وين تشال بالسكينة ما تقول لي. آخر شي إنها طاحت من عنده. وهاي طبعا الكيكة هنا أنا محشيتها حشوة وحدة، لأن الجماعة اللي عندي ما يحبون هواي حشوات، يحبون طعم الكيك بس، فأنا محشيتها حشوة وحدة برتقال وكريمة. طبعا حشوتهم المفضلة هي البرتقال، أنا مو من عشاق الكيك بصراحة.
وهذا كان فيديونا، وأتمنى استمتعتوا ويانا، ولهنا انتهى مشوارنا وياكم، وألتقيكم بفيديو جديد ومع مليون ألف سلامة. وإذا وصلتوا لهنا أتمنى تخلوا لي لايك وتشتركوا بالقناة إذا ما كنتوا مشتركين، حتى أنزلكم باقي فيديوهاتي. وهسه أقولكم أحبكم كلش كلش هواية، ومع ألف ألف مليون سلامة. باي باي.